يقولون أنهم يعني عن مشايخنا لم يتكلموا في الدكتور حتى تكلم فيه. هذا كلام كذلك يعني صراحة هذا غير صحيح، لأنه الكلام في أول الأمر يعني تأخرنا لأننا كنا نظن أن الرجل إنما أوتي من جهة بطانته، وأنتم تعلمون أن البطانة لها تأثير. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من نبي ولا رسول إلا وله بطانتان، بطانة خير وبطانة شر. يعني حتى الأنبياء والرسل كانت لهم يعني البطانة التي تدلهم على الخير، والبطانة التي تأخذهم إلى الشر وتدلهم عليه. فلهذا الإنسان ليس بمنأى، فكنا نظن ذلك أن معه من البطانة من تظن أو تأخذ به وتخبره بهذه الأمور الكاذبة ونحو ذلك. لهذا تأخرنا. أما قضية أنه ما تكلم أو ما تكلمنا إلا بعد أن تكلمه، هذا والله ما جعلنا له اعتبارا أصلا، وإنما قد يعني ولله الحمد أخذنا بنصيحة بعض الفضلاء فقالوا تصبرون، وكنا يعني كنا نود أن نجلس إليه وأن نسمع منه ونحو ذلك، إلا أنه أبى وأقفل الأبواب، أقول بل النوافذ دوننا. فأذكر أن الشيخ عبد المجيد حفظه الله جل وعلا وعافاه من كل سوء قد كان اتصل علي يوما صباحا باكرا يعني، وقد صراحة يعني وهو فرح يوم أن طلب من الدكتور من ابنه أن يحضر إليه. فيعني صراحة حتى أنا يعني فرحت لذلك، ويعني دعوت له وصراحة قلت له تخبرني فيما يعني حصل في المجلس معه وغير ذلك، إلا أن كما علمتم أنه أقفل الباب دونه وبقي في بيته وما أراد أن يستقبله، رغم أنه يعني كما تعلمون قد استقبل من هو يعني بمراحل يدعو إلى كل شر وخطيئة. فلهذا فصراحة يعني بعدها جاء الكلام لما كثرت الشبه التي يعني تدل على الانحراف المنهجي والعقدي، ما كان منا إلا أن أصدرنا بعض الكلام للتحذير من هذه المناهج المنحرفة ومن هذه الأقوال المبتدعة. هذا الذي حصل. أما قضية أنه كما ذكرت أننا ما تكلمنا إلا بعد أن تكلمه، وهذا في الحقيقة والله ما كان له كبير اعتبار، والله ما اعتبرنا هذا الاعتبار الذي يقال من أنه ما تكلمنا فيه إلا بعد أن تكلم فينا، فهذا ما. لكن دق يعني الخطر يعني وصل من أن وجدنا أن بعض من نحسن بهم الظن ربما ينقل بعض هذه الشبهات الخطيرة، فحينئذ ما كان منا إلا أن بعد مجلس جلسناه إلا واتخذنا يعني قرارا للرد على مثل شبهه طامعين في رجوعه، إلا أنه لا يزال مختبئا يعني لا يظهر شيئا مما اتهم به ولا يرد عن نفسه.